التشتت الذهني طول الوقت حاسس ان انا عندي توتر وعندي قلق وعندي ارهاق، طول الوقت عندي عصبيه وغضب ومش عارفه اتواصل مع الناس اللي حواليا. ادائي بدا يقل، مفيش انجاز بعمله. اعمل ايه؟ هقول لك تعمل ايه في التشتت الذهني. اول حاجه لازم تعملها انك تبدا تدير وقتك قبلها بيوم، تبدا تكتب اليوم بتاعك هيمشي ازاي، وتبدا تقسم المهام بتاعتك لاجزاء معينه. يعني ما ينفعش ان انا اشتغل في كذا مهمه في وقت واحد، لا، ابدا خلص المهمه دي، خد بريك، ان انا ابدا ان انا افصل وقتي 5 دقائق 10 دقائق، هيفرق معاك جدا انك تقلل التشتت الذهني. رقم 2 لازم تعمل حاجه اسمها تامل ويقظه ذهنيه، ده مهم جدا، اوعى تستقل بيه. اليقظه الذهنيه بتعودني ان انا هنا والان، ببدا اركز على الوقت اللي انا فيه، فببدا اصفي ذهني بدل ما عقلي عمال ياخد افكار ويشتتني، لا انا اللي ببدا اقول له ستوب، وببدا اركز في اللحظه الحاليه. 10 دقائق يوميا هيفرقوا معاك جدا. ابدأ نظم المكان اللي انت قاعد فيه، سواء انا بذاكر في مكان فيه دوشة وفيه كركبة بالنسبة لي وعامله لي تشتت، ابدأ نظمه ورتبه عشان تبدأ تدي هدوء للمكان اللي انت قاعد فيه وتحس ان انت ما عندكش تشتت ذهني. افصل موبايلك، افصل اي حاجة خارجية بتعمل عندك تشتت. يعني طول ما انا شغال في رسالة جات لي فببدأ ان انا افصل، لا، افصل الجزء ده عشان تبدأ تدي هدوء لذهنك.